من أقوال زعماء إسرائيل ومن مذكرات زعماء إسرائيل التي نشرت بعد سنة 1956 وبعد 1957، كانت إسرائيل تخطط دائما للحرب الوقائية، وكانت خطة إسرائيل دائما ألا تمكن الأمة العربية من أن تقوى وتصل إلى الدرجة التي تمكنها من أن تحافظ على إرادتها. وقال ديان في مذكراته بعد حرب 56 أنهم قرروا في سنة 55 أن يهاجمونا مهما كان الأمر، ولكن كانت هناك مشاكل كثيرة، وكانت هناك مشاكل صعبة، وكانوا يريدون أن يعتمدوا على إحدى الدول الكبرى حتى تساندهم وتمدهم بالسلاح حينما يقومون بهذا الهجوم، وكانوا يبحثون من الدول الكبرى تساعدهم وتساندهم. وبدأوا فعلا مع فرنسا في هذا الوقت، وكانت فرنسا تشعر أنها لا بد أن تقوم بعمل ضدنا هنا في مصر، لأن مصر في هذه الأيام كانت تساعد الثورة الجزائرية، وكان الاستعمار يلفظ أنفاسه الأخيرة في المنطقة، وأحس الاستعمار أن الوقت قد جاء لتخدمه الأداة التي كان قد صنعها، لتخدمه إسرائيل. وفي سنة 56 كانت هناك أحداث سياسية كبيرة. كنا نريد أن نبني السد العالي حتى نحصل على فائض من المياه لنزيد الرقعة المزروعة في بلادنا. كنا نريد أن نبني السد العالي حتى نحصل على 10 مليار كيلو وات ساعة من الكهرباء لنتمكن من تصنيع بلادنا ونحول هذا الوطن من بلد متخلف إلى بلد متقدم. وقالت أمريكا وبريطانيا وكلنا نعلم في هذه الأيام أنهما على استعداد لتمويل مشروع السد العالي، ولكن فجأة أعلنت أمريكا كما أعلنت بريطانيا كما أعلن البنك الدولي سحب تمويل السد العالي. وهنا بدأت الأحداث السياسية تتوالى. ففي سنة 56 كان قرار تأميم قناة السويس من أجل تمويل بناء السد العالي ومن أجل تمويل بناء الصناعات. وبعد هذا أيها الإخوة بدأ التآمر سنة 1956. بدأ التآمر. إنجلترا كان عندها ما يبرر العمل ضدنا. إنجلترا قد تقول وتبرر للعالم أنها تدخلت في سنة 56 وقامت بالعدوان على مصر، لأن مصر أممت قناة السويس، وكانت لإنجلترا مصالح كبيرة في قناة السويس، وكانت إنجلترا تملك الجزء الأكبر من أسهم قناة السويس. وفرنسا دخلت، وقد تقول فرنسا وتبرر أنها دخلت الحرب واعتدت علينا في سنة 56 بسبب مساندتنا لحرب التحرير الجزائري. أما إسرائيل فبماذا تبرر دخولها في الحرب سنة 1956؟ لقد كشفت كل هذه القصص الآن، مفيش حاجة بقت سر، كل حاجة مكتوبة دلوقتي في الكتب. اتقال ان تمت اجتماعات سرية بين فرنسا وبين إسرائيل. حضر هذه الاجتماعات بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل، وحضر هذه الاجتماعات مندوب عن الحكومة البريطانية، وإن بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل طلب من فرنسا في هذه الأيام أن تعمل له مظلة جوية فوق إسرائيل أثناء العدوان الإسرائيلي على مصر، حتى تحمي إسرائيل من أي عمل مضاد من القوات الجوية المصرية. وإن فرنسا تعهدت بأن تعطيه قوات جوية يدافع بها عن إسرائيل، وتعطيه أيضا قطع بحرية لتدافع عن الشواطئ الإسرائيلية. دخلت إسرائيل. دخول إسرائيل في هذه الحرب ما الذي كان يبرره؟ ليه دخلت إسرائيل هذه الحرب؟ إيه اللي حصل سنة 56 لما دخلت إسرائيل الحرب؟ أرسلنا الجيش إلى سيناء في سنة 1956 لمواجهة العدوان، ووقفت القوات الإسرائيلية على الحدود أمام المقاومة في أبو عجيلة والمناطق الأخرى. ولكن بعد 3 أيام حينما بدأ العدوان الإنجليزي الفرنسي على بلادنا وبدأت الغارات الجوية
قررنا سحب القوات من سيناء، وسحبنا القوات من سيناء إلى غرب قناة السويس. حينما انسحبنا من سيناء لنواجه القوات الإنجليزية والفرنسية التي بدأت العدوان علينا، وحينما دخل الجيش الإسرائيلي إلى سيناء هذه البقعة الطاهرة من أرض وطننا، كان أول ما فعله بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت هو إعلان ضم شبه جزيرة سيناء إلى إسرائيل. ولكن لم يتمكن بن غوريون أن يحافظ على هذا القرار. لقد خرجوا وانسحبوا من الأرض المحتلة واضطروا للخروج، ولكنهم في هذه الأيام كشفوا عن نواياهم. خرجوا لأن الحملة البريطانية الفرنسية عجزت عن قهر إرادة الشعب المصري، ولأن الإنذار السوفيتي خلق موقفا دوليا خطيرا، ولأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن قد استشيرت في العملية، ووجدت نفسها على غير استعداد أمام مسؤوليات قد تكون وخيمة العواقب. خرجت إسرائيل وانسحبت إسرائيل في سنة 57، ولكن إسرائيل وقادة إسرائيل من يومها كانوا يستعدون لمعركة أخرى. من أقوال زعماء إسرائيل وقادة إسرائيل ومذكرات إسرائيل المنشورة والتي صدرت بعد سنة 67 قالت إنهم كانوا يريدون هذه المعركة في المدة ما بين 66 و70. ليه كانوا يريدون هذه المعركة؟ قبل أن تستكمل مصر بناء قوتها المسلحة، قبل أن تدخل مصر في مرحلة الانطلاق، قبل أن يتم بناء السد العالي، قبل أن تتم خطط التصنيع، قبل أن تتم خطط تطوير الصناعة واستصلاح الأراضي الجديدة. كانت إسرائيل تريد المعركة قبل أن نكون قد أتممنا ما نريد من أجل تقوية بنائنا الداخلي وبنائنا الصناعي وبنائنا العسكري. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول أن 5 يونيو والهجوم الإسرائيلي في 5 يونيو سنة 1967 كان مؤامرة مرتبة. ما كانتش المسألة مسألة خليج العقبة، ولكن كان الهدف الأصلي الأساسي هو الهدف الذي لا يصنعه للعدو ولا يحققه له إلا القتل والخراب، إلا الصواريخ والنابلم والقنابل الموقوتة تحملها طائرات الفانتوم الأمريكية.